سلام، يقول له مفيش بعد كده. ينزل يقابل وزير الاستثمار نفس الشيء، يقابل وزير الصناعة، ينزل تحت شوية صغيرة تبدأ المشاكل. وتبدأ المشاكل الرهيبة، تبدأ مشاكل تعالى بكرة وبكرة على مستوى العالم كله. اسمها المحلة الكبرى. حاول يا معالي الوزير واعتقد رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مقتنعين بهذا، حاولوا تعيدوا المحلة إلى وضعها، لأنه ده كنز كبير والبلد لها سمعة عالمية. أيضا عندك دمياط والأساس. دمياط كانت متخصصة في الأساس وكانت بتنتج أساس يكفي وكان بيتصدر للعالم. أنا كنت في الصين وشفت زمان دمياط كانت بتصدر للصين أساس، الصين. فأنا بقول حاجة بعد كده بنقطة في غاية الخطورة، نقطة البيروقراطية. أنا من أول مرة كنت فيها في الوزارة سنة 74 قبل حضرتك بتتولد. لا 74 يعني أنا بضحك بهزر معاك. قلت لابد من ثورة إدارية، لابد من ثورة إدارية. الجهاز احنا عندنا جهاز حكومي يتكون من 6.5 مليون موظف. مصر محتاجة 1,000,000 موظف. نص. طيب هو انت بعدين قلت نص، انا بقول مليون من 6.5 مليون. طيب 6.5 مليون هتوديهم فين؟ انا عارف انها مشكلة رهيبة. يعني انت عندك ديجا عندك اوريدي بطالة رهيبة، فانت هتقدر تطلع الناس دول تطلعهم في الشارع. لكن حقيقة أنا هقول عليك حاجة صغيرة سمعتها قريب من مصر. كان في الإمارات بيقول لي جبل علي جنب، يعني بينه وبين السفارة المصرية في الإمارات فرقة كعب. راح جبل علي خلص إجراءاته في ربع ساعة ولا في ثلث ساعة، وبعدين طلع يكمل شوية حاجات في السفارة المصرية. هو نفسه اللي بيحكي لي، الورق مرمي في الشكل البتاع كذا كذا. انتقل من عالم الى عالم. ليه؟ ما هو قاعد قدامي وسامع يعني. وانا بقول له سامح شكري وبقول له كلكم يعني حاجه بسيطه. يعني انا بقول موضوع البيروقراطيه وموضوع القلاع الصناعيه اللي كانت موجوده، وبعدين في هذا البلد خبرات حقيقيه. صدقني في خبرات حقيقية في هذا البلد، استعينوا بيها، استعينوا بيها وربنا معاكم. أنا لما مجدي العجاتي دخل الوزارة كلمة اللي قلت له قلت الله يكون في عونه. مجدي تلميذي وأنا بحبه، والله يكون في عون أي إنسان يتولى المسؤولية في هذا البلد. الله يكون في عونه.